السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأعداد في كل مكان أهلا بيكم إن شاء الله رب العالمين. موعدنا النهاردة مع حل نموذج 8 في كتاب المعاصر، هتلاقيه تقريبا صفحة 62. ما أطولش عليك، أنا مستر مصطفى عرابي وأنت بتسمع قناة مستر عرابي رياضيات، ويلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. المجموعة الأولى اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. طيب، لو جينا نتكلم في أول سؤال بيقول لي ما أكبر عدد من الأعداد الآتية. طيب يا مستر، عشان أعرف أكبر عدد لازم كلهم يكونوا على الصيغة العلمية والصورة العلمية. دي لأ، دي ودي لأ، ودي لأ. طيب مفهومش بس غير هي واحدة بس اللي على الصورة العلمية، فالمفروض نمسك دي ألف وجيم ودال نحولهم. طيب علشان أحول الأولى اللي هي 16، طالما ال 16 ده رقم أكبر من العشرة في بوينت هنا والبوينت الجديدة هنا، يبقى 1.6 في 10. طيب الرقم ده لو كان كبير فهنزود الأس بالموجب. فيا مستر ما بين البوينت القديمة والبوينت الجديدة هو رقم واحد، فهزود الأس بتاعنا واحد. موجب ولا سالب؟ لا، هزوده موجب. ليه هتزوده موجب؟ عشان هو رقم كبير. يبقى السالب 6 لما ازود له واحد بالموجب يبقى هنا كده سالب 5. يبقى الإجابة بتاعتي 1.6 في 10 أس سالب 5. طيب ده خلاص. طيب وده رقم صغير، فعشان يبقى رقم كبير نحط البوينت هنا فيصبح 8 صحيح. طيب في 10. طيب ده في الأصل كان رقم صغير، بين البوينت الجديدة والبوينت القديمة رقم واحد، فهنزود واحد. بس يا ترى بالموجب ولا بالسالب؟ في الأصل كان صغير، فلما نيجي نزود هنزود بالسالب. يبقى هنا كده سالب واحد، يبقى سالب 5 سالب واحد يبقى سالب 6. تعالى في السؤال، تعالى في الرقم د. دي ال 14 رقم كبير، فالبوينت الأصلية على اليمين والبوينت الجديدة على ما بين الواحد وما بين الأربعة. حلو، يبقى 1.4. طيب ال 14 كانت رقم كبير فهزود الأس. يا مستر هنزود الأس، فلما أجي أزود الأس بالموجب يبقى موجب واحد، فهتبقى هنا كده في 10 أس سالب 3 يبقى واحد. طيب هو عايز إيه؟ قال لي أنا عايز أكبر عدد. أكبر عدد يا مستر هو الأس بتاعه الكبير ده، بس لو موجب. طب هنا يا مستر الأس كله سالب، ده سالب 5 سالب 5 سالب 6 سالب 3، فأكبر واحد اللي الأس بتاعه سالب صغير. عارف لو كلهم موجب كنت خدت ده عشان هيبقى موجب 6 والستة هي الكبيرة، ولكن احنا بنختار الأس السالب لو كان صغير فهو أكبر حاجة بالنسبة لنا. نيجي السؤال الثاني. لما نيجي نفك دول ده وده قوسين مترافقين، بنقول عليهم قوسين مترافقين اخوات، بس واحد زائد واحد ناقص. فلما نيجي نضرب الاكس في الاكس باكس تربيع، سالب في موجب بسالب، واحد في واحد بواحد، يبقى اكس تربيع ناقص الواحد. الاكس تربيع هتروح مع الاكس تربيع، يبقى الاي بسالب واحد. يبقى هو عايز قيمة الاي، يبقى الاي يا مستر هيساوي سالب واحد. تمام كده، يبقى قيمة الاي سالب واحد. رقم ب 3. السؤال الثالث بيقول إذا كانت مساحة المعين 40 وحدة فما حاصل ضرب طولي القطرين. أنا عندي إن مساحة المعين إن ال A يعني المساحة بتاع المعين بتساوي نص حاصل ضرب القطرين، نص في حاصل ضرب القطرين. طيب يا ترى حاصل ضرب القطرين لو أنا خدت نصهم هيديني مين؟ قال لي هيديني المساحة. طب هو قال لي المساحة بكام؟ قال لي المساحة ب 40، يبقى نص مين يديني 40؟ نص مين؟ ما تقوليش نص ال 20، انا بقول ما بقولش نص ال 40 كام، بقول لك نص مين يبقى نص ال 80. نص في 80 يدي 40، يبقى انا عايز حاصل ضرب القطرين، فاكيد حاصل ضرب القطرين كام؟ 80. دي طريقة تانية ممكن نقول له يا مستر ان حاصل ضرب القطرين بيساوي 2 في المساحة. ممكن نقول له طريقة تانية ان حاصل ضرب القطرين بيساوي 2 في المساحة. يبقى حاصل ضرب القطرين بيساوي 2 في المساحة. المساحة ب 40، يبقى 2 في 40 بتساوي 80. بس كده، يبقى الإجابة 80. ندخل على السؤال الرابع. مع النقطة التي صورتها بالدوران سالب 90 هي دي. خلاص نمسك دي نلفها، نجيب الدوران بتاعها. الدوران خلي بالك الدوران سالب 90 بنبدل، وبعدين
نغير إشارة، نبدل وبعدين نغير إشارة التاني. طيب فلما نبدل دول هيبقى -2 و1، ونغير إشارة التاني يبقى -1. هل ده؟ لا، يبقى الألف غلط. نبدل أهو، بدل 2 بدل 1 و2 يبقى 2 و1، ونغير إشارة التاني أهو. هل ده هو ده؟ يبقى دي إجابته غلط. نبدل يبقى 2 و-1، ونغير إشارة التاني يبقى موجب. 2 و1 وده 2 و1، يبقى الإجابة بتاعتي رقم إيه؟ يبقى الإجابة بتاعتي رقم ج. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي إذا كانت الإكس بتساوي الجذر التكعيبي للسالب 8 فما قيمة الإكس تربيع؟ الجذر التكعيبي للسالب بينزل زي ما هو، والواحد جذره 1 والتمانية جذرها كام؟ 2، يبقى سالب نص. ركز تاني كده معايا أهو، هقول تاني بالراحة بلون مختلف أهو. الجذر التكعيبي للسالب بينزل سالب، الواحد جذره بواحد والتمانية جذرها باتنين، يبقى يبقى الإكس بتاعتنا سالب نص. طب أنا عايز إكس تربيع، يبقى هقول له يا مستر سالب نص الكل تربيع. التربيع بياكل السالب، خلصنا السالب، واحد تربيع بواحد واتنين تربيع باربعة، يبقى الإجابة بتاعتي بربع، يبقى الإجابة رقم أ. شبه منحرف مساحته ب100 وارتفاعه ب5، فإن طول القاعدة المتوسطة. عندنا مثلث كده بيقول إن مساحة شبه المنحرف بتساوي إيه؟ بتساوي القاعدة المتوسطة في الارتفاع. تاني كده، يبقى شبه منحرف عاطينا المساحة بكام؟ ب100، يبقى أنا خلاص عاطيني المساحة. والارتفاع بكام؟ الارتفاع ب5. هو عايز مين؟ قال له طول القاعدة المتوسطة، يبقى طول القاعدة المتوسطة هنقسم المساحة على الارتفاع، الارتفاع اللي هو الاتش. تمام؟ هنقسم المساحة على الارتفاع، المساحة ب100 على الارتفاع ب5، 100 على 5 فيها كام؟ فيها ال20، يبقى الإجابة بتاعتي رقم ب20. 7 إذا كانت مساحة المربع 16 إكس تربيع وحدة مربعة فما طول الضلع؟ طيب أنا عندي مساحة المربع فعايز طول الضلع، عندي قانون بيقول إن طول ضلع المربع بتساوي جذر المساحة. طول ضلع المربع بيساوي إيه؟ جذر المساحة. طب هو عاطيني المساحة 16 إكس تربيع، يبقى طول الضلع جذر المساحة، يبقى جذر ال 16 إكس تربيع. ال 16 جذرها 4 والإكس تربيع جذرها إكس، يبقى الإجابة بتاعتي 4 إكس. 4 إكس. 8 أيا مما يأتي صحيح. طبعا عند الضرب بنجمع الأسس، فلما أجي أجمع -2 زائد 4 الإشارات مختلفة، نطرح وناخد إشارة الكبير، يبقى إكس أس موجب 2، يبقى الإجابة بتاعتي رقم د. طيب 9 لدى حمزة لعبة دوارة مقسمة إلى 9 قطاعات متساوية كما هو موضح بالشكل المقابل. عندما تدور اللعبة يقع المؤشر بشكل عشوائي على أحد القطاعات، عندنا مظلل وعندنا مش مظلل، فما احتمال أن يقع المؤشر على قطاع مظلل؟ هم كلهم بكام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى المقام بتاعنا ب9. والله لو انت عايز المظلل يبقى نعد المظلل 1 2 3 4 5، يبقى 5 على 9. ده كده مين؟ ده كده المظلل. طب لو انت عايز اللي مش مظلل، كده المقام 9. اللي مش مظلل يا مستر 1 2 3 4، يبقى 4 على 9. بس ده كده غير مظلل. شوف انت عايز ايه بقى في مسألتك، قال لي انا عايز المظلل. المظلل يبقى 5 على 9، يبقى الإجابة بتاعتي رقم ج 5 على 9. ندخل على السؤال اللي بعده. ارسم المثلث RST حيث الR والS والT. بعد ما ارسمه قال لي ده انت بعد ما ترسمه عايزين نعمل له انتقال متبوع بانتقال. ده موال، ده تركيب الانتقال ده، انتقال متبوع بانتقال. طيب تعالى كده مع بعض. الR والS والT. طيب يا ترى الR بكام؟ يا حبيبي هو عاطيلي الR ب-3 وسالب 3، والاس ب-4 و0، والتي ب0 و0.
طيب عايزين نمسك ده، هنعمل له انتقال. ركز بقى معايا في الكلام اللي جاي. هعمل له انتقال اكس ناقص الواحد يبقى انتقال سالب واحد، وواي زائد التلاتة يبقى سالب واحد وتلاتة. يبقى عايزين نعمل له انتقال سالب واحد وتلاتة. عايزين نعمل له انتقال سالب واحد وتلاتة. سالب واحد وتلاتة. حلو جدا. الار لما اعمل لها انتقال هيديني صورة، يبقى ار شرطة واس شرطة وتي شرطة. حلو جدا. هنبدأ نحل. الانتقال بنجمع سالب 3 سالب 1 يبقى سالب 4، وسالب 3 وموجب 3 يدي صفر يبقى سالب 4 وصفر. سالب 4 وسالب 1 يبقى سالب 5، وصفر و3 يدي 3، وصفر وسالب 1 يبقى سالب 1، وصفر و3 يدي 3. حلو جدا. طيب هنمسك الانتقال، هو قال لك مجموعة من الانتقال، يبقى هنمسك الانتقال ده نعمل له انتقال تاني على زي ما هو قايل لي. طيب يا ترى الانتقال الجديد هيبقى كام وكام؟ نشوف مع بعض. اكس زائد الأربعة يبقى 4، واي ناقص الواحد يبقى 4 وسالب 1. هنا كده 4 وسالب 1. هنا كده 4 وسالب 1. كويس. الار شرطة يبقى هنا كده ار 2 شرطة، واس 2 شرطة، وتي 2 شرطة. كويس جدا. طيب السالب 4 والأربعة صفر، والصفر وناقص الواحد يبقى سالب 1. سالب 5 و4 يبقى سالب 1، و3 ناقص الواحد يدي 2، والسالب 1 والأربعة تدي 3، و3 ناقص الواحد تدي 2. كويس جدا. ايه اللي حصل ده؟ اللي حصل ان انا عندي اصل وعندي انتقال، والانتقال متبوع بانتقال. طب هو بيقول لي ايه؟ ارسم، وبعد كده ثم ارسم. يعني هنرسم الاصل وهنرسم الانتقال الاول وهنرسم الانتقال الثاني. طيب نصغر الدنيا كده شويه ونركنها كده بعيد عننا شويه علشان ناخد راحتنا فين؟ في الرسم. طيب تمام كده يا باشمهندس. طيب نجيب الرسم البياني بتاعنا. نجيب الرسم البياني بتاعنا ونكبر صورتنا. تمام. ونبدأ نرسم اللي هو بيقول عليه. طيب الار سالب 3 وسالب 3، سالب 3 على الاكس وسالب 3 لتحت، يبقى دي كده الار. الاس سالب 4 وصفر، سالب 4 وصفر دي كده الاس. التي صفر وصفر، التي صفر وصفر. ونيجي موصلين دي بدي اهو، ودي بدي كده، ودي بدي. طيب نيجي بعد كده نقول الار شرطه والاس شرطه والتي شرطه. الار شرطه سالب 4 وصفر، سالب 4 وصفر، ده كده الار شرطه. والاس شرطه سالب 5 و3، سالب 5 و3، ده كده الاس شرطه. والتي شرطه سالب 1 و3، سالب 1 و3، ده كده التي شرطه. كويس جدا. هناخد الار شرطتين والاس شرطتين والتي شرطتين. الار شرطتين صفر وسالب 1، ده الار شرطتين. الاس شرطتين سالب 1 و2، سالب 1 اهو و2. التي شرطتين 3 و2، 3 و2. ونيجي موصلين ده كده، خلينا نوصل اللي بالاسود اهو كده وكده وكده. يبقى ده كده الاصل، انتقال اول انتقال ثاني. خلصت المساله. ندخل على السؤال اللي بعده. اوجد مجموعه الحل في زد. طيب دي معادله عشان فيها يساوي فاسمها معادله. لما نيجي نحلها يبقى 3 اكس تكعيب ناقص التلاتة بتساوي 2 اكس تكعيب زائد الخمسة. فنبدأ نقول له 3 اكس تكعيب، ودي ترجع ورا ناقص 2 اكس تكعيب بتساوي 5، وناقص 3 تروح الجنب التاني بموجب 3.
فنبدأ نقول له 3 ناخد منها 2 يدينا 1 اكس تكعيب، والواحد مش بيتكتب، و5 زائد 3 8. ناخد يا مستر الجذر التكعيبي لده والجذر التكعيبي لده. فالجذر التكعيبي يمشي مع التلاتة هيتبقى اكس، والجذر التكعيبي للتمانية 2. والاتنين دي تنتمي للزد ولا لا؟ تنتمي للزد عشان الزد عدد صحيح والاتنين عدد صحيح. يبقى نقدر نقول له اذا مجموعة الحل هتبقى مجموعة الاتنين. وبكده المسألة التانية خلصت. ندخل على السؤال اللي بعده. ارسم المثلث ABC الذي فيه AB وBC وAC. لما يكون عاطيني 3 اضلاع وعايز ارسم مثلث، خلينا نرسم اكبر ضلع هو اللي تحت. يبقى نرسم اكبر ضلع هو ايه اللي تحت. طيب اكبر ضلع اللي هو كام يا مستر؟ 10 سم. تعالى نرسم 10 سم يا مستر مع بعض اهو، من اول الصفر لحد قد كده ال 10 سم. هسمي ده ايه؟ طيب هسمي ده كده يا مستر AC ب 10 سم. يبقى ده كده AC ب 10 سم. ماشي. وعايز ارسم AB، يبقى من ال A ارسم B كام سنتي؟ 6. فهضطر ان انا اروح اجيب مين؟ اروح اجيب البرجل وارسم واقيس على البرجل 6 سم. نقيس 6 سم، هو البرجل اساسا فيه هنا كده ايه؟ مقاسه 6 سم. ونيجي حاطين السن عند ال A، ونيجي واخدين، ركز كده معايا، ونيجي واخدين يا مستر قوس كده. وقال لي الاي بي، يبقى من الاي لحد البي رسمنا 6، ومن اول البي لحد السي او من اول السي لحد البي 8. يبقى افتح ده كده 8 اهو يا مستر، ونبدا نعيد حساباتنا ونحط ده هنا كده اهو. تمام. ونظبط البرجل بتاعنا ونيجي راسمين كده. تمام. لاحظت ان الاثنين اتقطعوا في نقطه هنا اللي هي يا مستر هيكون اسمها نقطه البي عشان يبقى A B C. ونمسك المسطره بتاعتنا ونيجي ظابطين المسطره علشان نوصل النقطه اللي هم اتقطعوا فيها. نبدا نوصل النقطه اللي هم اتقطعوا فيها كده. هنمسك المسطره ونيجي راسمين كده اهو. وبعدين هنمسك المسطره وهنيجي ظابطينها الجنب ده ونيجي راسمين كده اهو. ونيجي ظابطين دي كده سنه صغيره اهو. ونيجي راسمين يا مستر اهو. حلو. ونيجي شايلين دي كده. اتقطعوا فين؟ اتقطعوا في النقطه دي. وده كده بالنسبه لنا يبقى هنا كده A B اهو. نشيل بس الزيادات سنه كده اهو. يبقى ده كده A B C. طيب خلينا نكتب ال A بالازرق زي ما كانت مكتوبه. طيب دي ب 10 سم ودي ب 6 سم ودي ب 8 سم. كويس. طيب وبعد ما نعمل كده، قال لي طبعا ده باستخدام المسطره والفرجال، البرجل بتاعنا والمسطره. خلصنا. قال لي نصف اي سي في نقطه الام. هنستخدم برضو البرجل بتاعنا عشان ننصف الاي سي في نقطه مين؟ الام. فهضطر ان انا امسك البرجل بتاعنا، هضطر ان انا امسك البرجل. تمام. علشان انا عايز انصف الاي سي في نقطه الام. افتح البرجل فتحه اكبر من يعني دي 10 نصها 5، يبقى نفتح فتحه اكبر من الخمسه بشويه. خلينا نفتح البرجل 6 اهو. بنفس الفتحه هنقف هنا كده اهو. هنقف هنا وناخد ايه؟ وناخد قوس لتحت، وهي الفتحه يا مستر. تمام. وناخد قوس لفوق اهو. تمام. ونقف هنا كده اهو، وناخد قوس كده، وناخد قوس لتحت كده. حلو. لاحظت ان هنا في القوس ده اتقطع هنا واتقطع هنا، فهمسك المسطره. همسك المسطره بتاعتي اهو، وهنشد المسطره ونظبط مسطرتنا اهو. اهو. ونيجي ظابطين هنا. بص احنا بنظبط فين؟ هنا وهنا كده. طبعا هي بالنسبه لي ممله شويه لان انا بستخدم السبوره
فمش قادر اتحكم، كاني زي ما اكون ماسك ايه، زي ما اكون ماسك ورقه وقلم. تمام، ظبطت الحمد لله اهو، ونيجي عاملين كده. حلو. اللي حصل ده ان انا نصفتها هنا دي كده يا مستر، هنسميها نقطه الام. لو انا لقيت دي، هلاقي دي 5 سم، وهلاقي دي كده 5 ايه سم. كويس جدا. بيقول لي يا مستر هل الاي سي ب 10؟ الاي سي ب 10 سم. بيقول لي هل الاي سي بتساوي 2 بي ام؟ هي فين البي ام؟ هوصل البي بالام ونقيسها ونشوف الدنيا هتمشي ازاي اهو. تعالى كده نوصل البي بالام اهو. اهو هنوصل البي بالام كده يا مستر. وصل يا عم، اداني وصلت يا مستر البي بالام. وبعدين قيسها بقى، شوفها قد ايه اهو. هنقيس اهي، طلعت ب 5 سم. يبقى هنا كده البي ام هتطلع بتساوي 5 سم. طب هو بيقول لي هل الاي سي بتساوي 2 البي ام؟ 2 بي ام، البي ام ب 5، يبقى 2 بي ام يبقى 2 في 5 ب 10 سم. يبقى هقول له كده نعم، ايوه يا مستر، الاي سي بتساوي 2 البي ام. وخلصت كده المساله بتاعتنا. صراحه رخمه، والله رخمه بجد، خدت مجهود جبار بصراحه. ندخل على اللي بعديها علشان الوقت بس ايه، حاسس ان الفيديو وقته طول شويه، فننجز شويه مع بعض. اذا كانت مساحه المثلث المقابل، المثلث ده مساحته 15 اكس اس 4 زائد 6 اكس اس 3 زائد 9 اكس تربيع. اوجد طول القاعده اذا كان الارتفاع 3 اكس تربيع. طيب انا عندي القانون المساحه بتساوي نص القاعده في الارتفاع. المساحه بتساوي نص القاعده في الارتفاع. انا محتاج اجيب مين؟ قال لي اوجد طول القاعده. يبقى هنا كده طول القاعده، القانون بتاع طول القاعده ايه؟ 2 في المساحه، 2 في المساحه على الارتفاع. 2 في المساحه على ايه؟ على الارتفاع. كويس. طول القاعده هيساوي 2 في المساحه. هي المساحه فين؟ هي يا مستر اضرب بقى كده، 2 في 15 ب 30 اكس اس 4 زائد 2 في 6 ب 12 اكس اس 3 زائد 2 في 9 ب 18 اكس اس 2. يبقى ده كده بالنسبه لنا ايه؟ 2 في المساحه. على مين يا مستر؟ على الارتفاع. طب الارتفاع بكام؟ الارتفاع اذا كان الارتفاع المناظر 3 اكس تربيع، 3 اكس تربيع. يبقى هنبدا نقسم مقدار على حد. بنحلها ازاي؟ بكل سهوله بنحلها يا مستر بكذا طريقه. الطريقه اللي احنا بنحل بيها بنقسم، ركز كده، 30 على الثلاثه فيها العشرة، اكس اس 4 على اكس اس 2 عند القسمه نطرح الاسس يبقى اكس اس 2، عشان 4 ناخد منها 2 يتبقى 2. دي زائد بتنزل زائد. ونقسم تاني 12 على الثلاثه فيها الاربعه، اكس اس 3 على الاكس اس 2 هيدينا اكس واحده عشان عند القسمه نطرح الاسس. دي زائد بتنزل زائد. 18 على الثلاثه فيها السته عشان 3 في 6 ب 18، واكس اس 2 على اكس اس 2 شكرا مشت خالص. يبقى دي كده طول القاعده. طب لو انت ركزت في المساحه كان بيقول لي وحده مربعه، يبقى ده طول القاعده، هقول له وحده طول. وحده ايه؟ طول. لان المساحه او القاعده، بص كده هنا قال لي القاعده يساوي اذا كان الارتفاع قصدي 3 اكس تربيع وحده طول، يبقى الارتفاع وحده طول، يبقى برضه القاعده وحده طول. اما المساحه وحده مربعه، علشان المساحه كنا بنقول سنتيمتر مربع. طيب من مجموعة الأرقام 3 4 6 7 كون عدد مكون من رقمين مختلفين. اكتب فضاء العينة. طيب ممكن 3 4 3 4 6 7. طيب التلاتة ممكن تاخد معاها الأربعة، وممكن تاخد معاها الستة، وممكن تاخد معاها السبعة. بس ما ينفعش تاخد معاها التلاتة تاني علشان هو قال لي رقمين مختلفين. طيب والأربعة ممكن تاخد معاها التلاتة، وممكن تاخد معاها الستة، وممكن تاخد معاها السبعة. طيب الستة ممكن تاخد معاها التلاتة، وممكن تاخد معاها الأربعة،
وممكن تاخد معاها السبعة. السبعة ممكن تاخد معاها التلاتة، ممكن تاخد الأربعة، وممكن تاخد الستة، بس ما ينفعش تاخد السبعة، عشان كده أنت هتحط رقمين مش مختلفين، هو عايز رقمين مختلفين. يبقى فضاء العينة الإس بالنسبة لنا هيكون عبارة عن 34 36 37 34 36 37. طيب 43 46 47. طيب 63 64 67. 73 74 76. طيب ده كده بالنسبة لنا فضاء العينة. قال لي الحدث A هو حدث رقم العشرات زوجي. طبعا خلينا متفقين ان لما اجي اقول 53 فده بالنسبة لنا احاد، وده بالنسبة لنا عشرات، يبقى العشرات اللي هو ورا. طيب هو بيقول لي ان رقم العشرات زوجي. لا لا لا، زوجي زوجي 6 تمام 6 تمام 6 7 لا. يبقى هنا كده الايه ممكن يكون الزوجي 4 و43 46 47 63 64 67. ده الزوجي. طب هو عايز ثم اوجد كل من الاحداث الاتيه، خلاص مش محتاج اجيب احتمال ولا اجيب اي حاجه، هو ده الاحداث. طيب بي، الحدث بي بيقول لي هو حدث العدد يقبل القسمة على الثلاثة. اللي يقبل الاسم على الثلاثة 34 لا، 36 تقبل الاسم على الثلاثة. طيب اللي يقبل الاسم على الثلاثة 47 لا، 43 لا، 46 تقبل الاسم على الثلاثة برضه لا، 47 تقبل الاسم على الثلاثة لا، 63 تقبل الاسم على الثلاثة ايوه، يبقى 63. 64 لا، 67 تقبل الاسم على الثلاثة لا، 73 تقبل الاسم على الثلاثة برضه لا، 74 تقبل الاسم على الثلاثة برضه لا، 76 تقبل الاسم على الثلاثة برضه لا. يبقى اللي يقبل الاسم على الثلاثة ال 36 وال 63. لو انت جمعت كده 3 و6 كام؟ 9، و9 تقبل اسم على الثلاثة، 6 و3 9، و9 تقبل اسم على الثلاثة. المهم هو عايز بس خلاص بس. هو قال لي الحدث بي هو حدث العدد الذي يقبل القسمة على الثلاثة، هو ده اللي يبقى الاسم على الثلاثة. ندخل على السؤال اللي بعده. اكتب ناتج ما يلي بالصيغة العلمية. طيب علشان نطرح دول فك ده الأول. لما نضرب في 10 أس 6 نحرك العلامة ناحية اليمين 6 حركات، يعني الخمسة 2 ادي دي كده حركة. فاضل كام حركة؟ فاضل 5، مفيش أرقام نحط 5 أصفار ناقص الأربعة وجنبها 6 أصفار، 1 2 3 4 5 6. تعالى بقى نبدأ نطرح. هنطرح دول من بعض، 5 مليون و200 ألف ناخد منها 4 مليون، هيتبقى مليون و200 ألف. طيب علشان نحول دي للصورة أو الصيغة العلمية هنقول له يا مستر الرقم ده كبير، البوينت الأصلية هنا والبوينت الجديدة هنا، يبقى 1.2 في 10 أس كام؟ طبعا الرقم ده كبير فالأس موجب. طب موجب كام؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى موجب 6. يبقى الإجابة بتاعتي 1.2 في 10 أس 6. ندخل على السؤال السابع. مربع طول قطره 8 قدم ومتوازي القاعدة ب10 والارتفاع ب4. عايز مجموع المساحتين، خلاص نجيب مساحة، هو مربع، مساحة المربع
مساحة المربع بتساوي نص في دي تربيع. طيب يبقى نص في طول القطر ب8 8 تربيع، يبقى نص في 8 تربيع ب64، ونص ال 64 32. كان بيتكلم بالقدم، يبقى هنا كده 32 قدم مربع. تمام، او قدم تربيع. ده مساحة مين؟ مساحة المربع. نروح نجيب ومتوازي اضلاع، نجيب مساحة المتوازي. مساحة المتوازي. طيب مساحة المتوازي بتساوي القاعدة في الارتفاع المناظر. طب القاعدة بكام؟ 10، والارتفاع المناظر بكام؟ ب4، و4 في 10 بكام؟ ب40. بيتكلم بالقدم، يبقى قدم مربع او قدم تربيع. كويس جدا. هو عايز مجموع المساحتين، خلاص اهو مجموع المساحتين بيساوي، هنجمع ال40 مع ال32، هيديني كام يا مستر؟ هيديني 72 قدم مربع. بس خلصت على كده. نجيب مساحة ده ومساحة ده ونبقوا 70 قدم مربع. وبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وكنا بنحل مع بعض الفيديو أو النموذج رقم 8 صفحة 62. لو أول مرة تشوفني فأنا مستر مصطفى عرابي، وأنت بتسمع قناة مستر عرابي رياضيات. ويا ريت تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وأشوفكم على خير في فيديو جديد وحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.